هاي شنو عمو صباح يلعب دوري الابطال؟ الله يساعدكم برشلونه على هاي المجموعه. مانشستر سيتي، باريس، استون فيلا، سبورتنج لشبونه، فاينورد، غالاتا سراي، وكومو بقياده فابريغاس. لقاء عاطفي بين ريال مدريد برشلونه وكومو. عوده فابريغاس الى الكابنو، وعندك عمو صباح. الله يساعدكم يا برشلونه على عمو صباح. هذا عمو صباح ترى قوي. اما مجموعه ريال مدريد فهاي انتر ميلان، ارسنال، بي اس بي ايندهوفن، روما، لايبزيج، شختار دونيسك، ولاسك، واثينا. اتوقع مجموعه متوسطه ريال مدريد قادر يتصدر بيها ويكون في الفرق التوب بدور الابطال. بس لا تستغرب لو شفت ريال مدريد خسر مع اثينا، مع لايبزيج، مع روما. فرق دوري الابطال كلها قويه، فرق مو مرشحه وانما فرق قويه قادره تنافس، والمساله طبيعيه. ولا نستغرب وريال مدريد العام خسر مع فرق ضعيفه مثل نادي ليل وبرشلونه. اعتقد انه مهمتهم سهله لو شفنا برشلونه القوي اللي نعرفه ببدايه دوري الابطال مثل ما صار العام. بس اذا برشلونه اخفق مره مرتين ممكن يدخل بدائره الخطر، لان مجموعته ومساره صعب، موجود بالسيتي وباريس وعمو صباح.